السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الأنوار ولا أصبح الخير. أتمنى كاع راكم بخير وهذا الفيديو يلقاكم بخير. كما راكم تشوفوا اليوم جيتكم بوصفة تاع غراتا من أروع ما يكون بمذاق ما شاء الله. تبعوا معي المقادير. هنا درت كمية من البطاطا، درت معاهم 2 فصات تاع الثوم ونحطوهم يغلو حتى تطيب البطاطا. هنا الكمية تاع البطاطا حسب أفراد العائلة. في الجهة الأخرى غادي نوجدوا الحشو هنا درت في مقلاة شوية تاع زيت ونحطوا كمية من البصل ونخلوها حتى تدبل هذه البصلة على نار متوسطة إلى هادئة. كي بدا يدخلها طياب البصلة غادي نزيدوا كمية من صدر الدجاج، اللي يبغي صدر الدجاج يدير واللي ما يبغي صدر الدجاج قادر يدير الثوم. هنا درت شويه ملح، شويه تاع كركم، شويه تاع فلفله حمراء، والتتبيله حسب الرغبه وكل واحد وكيفاش يبغي المذاق. وهنا كما راكم تشوفوا بعد اللي طاب لي صدر الدجاج وطابت هذيك البصله غادي نزيد شويه تاع لاصوص طوماط. هنا درت حوالي 4 مغارف تاع صلصه طماطم، واللي ما عندهش قادر يدير لا طوماط كونسونطري، يدير شويه برك ما يكثرش بزاف باسكو هي جايه شويه مجهده. ونخلوها على جانب تبرد هذيك لافارس. هنايا بعد اللي طابت لنا البطاطا راني نمرس فيها، وإلا كان عندكم يعني بفرشيطه ولا اي حاجه، مهم تمرسوا هذه البطاطا بيان كوم يلفو. هنا زدت شويه تاع ملح ونزيدوا حبه تاع بيض. بعد اللي تبرد شويه هذيك البطاطا زيدوا هذيك البيضه ونكونوا كاع ولا نخلطوا كاع هذه المكونات، يعني البيضه ندخلوها في هذيك البطاطا مليح. ومن بعد هنايا غادي نزيد حوالي ملعقتان ولا 2 مغارف تاع لا شابلور. اللي ما عندهاش لا شابلور قادر يدير مغرف ولا 2 مغارف تاع فرينه هكا باش تكون البطاطا عندنا متماسكه. الملعقه الاولى تاع لا شابلور وهذه الملعقه الثانيه نتاع لا شابلور. غادي نزيدو ندخلو هذيك لا شابلور مليح في البطاطا هكا حتى كشغل تقريبا تولي لنا كيما العجينه هكا نقدو نلموها في يدينا. تقريبا هنا البطاطا تاعنا راها واجده، شوفوا نقدو يعني نشكلوها بكل سهوله. هنايا دروك نوجدوا المول تاعنا اللي غادي نحطو فيه هذا الطبق. برك البنات انا هنايا نسيت باش ندهناه بشويه تاع دهان ولا شويه تاع زيت ولا مارغرين. نتوما ما تنسوش باش تدهنوه بشويه تاع زيت ولا مارغرين. ونبدو نشكلو في البطاطا تاعنا على هذه الطريقه كويرات. كما تبغوا ديروهم شويه كبار، تبغوا تصغروهم، المهم كملوا كاع الكميه تاعكم على هذه الطريقه. ومن بعد غادي نزيدو ننتقلوا للمرحله المواليه. كما تعرفوا ما كاش اللي ما يبغيش البطاطا، يعني كبار وصغار. هذا الطبق جد يعني اقتصادي وفي نفس الوقت عنده مذاق الله يبارك. حاولوا باش تجربوه البنات. هذه أكلة من أكلات يعني صيفية ومامتا يعني مغذية. وهنا كما راكم تشوفوا كي تكونوا تشكلوا في البطاطا تاعكم حاولوا باش تعاونوا رواحكم بشويه تاع ماء، يعني شمخوا يديكم في شويه برك تاع ماء قدر اللي تشكلوا البطاطا باش هكا ما تغبنكمش. انا كما راكم تشوفوا هذوك الكويرات تاع البطاطا نحاولوا باش نبسطوهم شويه، نديروا حفره هكا غير صغيره قد اللي نحطوا الحشو تاعنا في هذيك البطاطا. طريقه جد سهله. هنا في كل كره من كريات نتاع البطاطا نحاولوا باش نحطوا كميه من هذاك الحشو. بعد اللي برد طبعا حتى نكملوا كاع الكويرات ولا كاع بطاطا نحطوا فيها هذيك الحشو.
وهنا اللمسه الاخيره اللي هو الفرomاج غابي. ديري اي نوعيه كنتي تستعمليها ولا تستعمليها تكون نوعيه جيده، المهم تكون تذوب ويكون عندها مذاق مليح. نكملوا كاع الكميه تاع الجبن، ومن بعد غادي نزيدوا فوق هذا الجبن شويه تاع لا كريم فريش، باش هكا هذاك الجبن المبشور ما غاديش يبس لنا داخل في الكوشه. يعني كي غادي نزيدوا شويه تاع لا كريم فريش غادي يعني تتحمر بلا ما يبس لنا هذاك الفرماج. قبل ما تدخلي البطاطا تكوني ديجا محميه الفرن تاعك، خليها قد اللي تتحمر شويه من تحت ومن الفوق تاني تدي هذاك الاحمرار، وان شاء الله تكون واجده. هذا هو الطبق تاعنا، وجبه جد مغذيه اقتصاديه وبنينه صدقوني، يبغوها كبار وصغار. شوالا هاد الوصفه من الاحسن يعني تعرفوا بلي البطاطا من الاحسن تنتكل حاميه. كما شفتوا الطبق تاعنا تاع اليوم يعني غير مكلف وسهل بالخف تحضريه، ويجي خفيف على المعده بالخصوص يعني ديري طبق للعشاء جد مغذي. والبطاطا ولا هذا الكغاتان اكيد غادي يبغوها كبار وصغار. المهم هذا هو طبق تاعنا تاع اليوم، ولا هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم. واكيد اللي عجبه هذا الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، زر الاشتراك، وفعلوا الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. نتمنى ما كنش ثقيل عليكم والفيديو تاعي ما كانش ثقيل. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. تقريبا وصلنا الى نهايه الفيديو، بقى لي غير نقول لكم خليتكم في حفظ الله ورعايته، ونقول لكم تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.